السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه هدى الله به البشرية وأنار القلوب الإنسانية فتح أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما اختاره ربه من بين البرية أجمعين. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وأحذركم ونفسي عن مخالفة أمره وعصيانه. اتقوا الله فإن التقوى خير ما قدمه المرء لنفسه وخير ما أخره وخير ما أعلن به وخير ما أسر به وخير زاد يقدم به العبد على مولاه. يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري من بطشي وفتك، فلا يغرركم من ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. هي الدنيا أقل من القليل، وعاشقها أذل من الذليل. أحلام نائم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أيها المغرور بالدنيا انتبه، إنها حال ستفنى وتحول، واجتهد في نيل ملك دائم. أي خير في نعيم سيزول. والله لو عقلنا ما ضحكنا لحظة غير أنها فقدت منا العقول. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. ويا حريصا على الدنيا يجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. ويا حريصا على الأموال يجمعها، بالله هل لخراب العمر عمران. لا تغترر بشباب خطر نضر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن ذكر الله تعالى يجمع للعبد خيري الدنيا والآخرة، ويعينه على تحصيل الحياة، ويعينه على مشاق الحياة، وعلى تحصيل الطاعات. فالذكر تطمئن به القلوب، وتنشرح به الصدور، وتستريح به النفوس. وقد ذكرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه كان يذكر الله تعالى في جميع أحيانه، تعني في مشيه، في قعوده، في جلوسه، في اضطجاعه، كان يذكر في جميع أحيانه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين كثرة الذكر وكثرة التضرع والابتهال والخشوع لله جل في علاه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وقد ذكر الله سبحانه أيضا أن ذكر الله تعالى سبب للنجاح والفوز والفلاح. يقول جل في علاه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه في الحديث الذي يروي: أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. أيها المؤمنون بالله ورسوله، يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس والنوافل وتعلم القرآن الكريم وتعليمه والاستفادة من العلم النافع ونشره في الأمة الإسلامية. كل ذلك داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. لكنه أيها المؤمنون بالله ورسوله مما يندى له الجبين وتقشعر به الجلود أن كثيرا من الناس يشتغلون بالقيل والقال والبحث عن إنترنت وجوجل وماذا حدث في فيسبوك والبحث في تويتر والملحقات في جميع الكمبيوتر، وهذا كله شاغل ومبعد عن الله جل في علاه. وماذا لو عنه، وماذا لو كسب كل يوم 1000 حسنة؟ جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: أيعجز أحدكم لو كسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يعجز؟ كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو تحد عنه 1000 خطيئة. فهلا نستفيد أيها الإخوة الكرام، هلا نستفيد من هذه الفرصة السارعة الذهبية الغالية التي امتن الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن للذكر آدابا ينبغي مراعاتها، لا يتم ثواب الذكر إلا برعاية هذه الآداب. منها أن يكون الذاكر مستقبل القبلة، لأن القبلة أفضل بقعة يتوجه إليها الإنسان. ومنها أن يكون الذاكر متطهرا وجالسا على وقار وسكينة، فبرعاية هذه الآداب الطيبة ينال بها الذاكر منقبة عالية ومكانة ومنزلة رفيعة. فاتقوا الله أيها المؤمنون وراعوا هذه الآداب واذكروا الله ذكرا كثيرا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يذكركم كلما ذكرتموه. يقول جل في علاه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها المؤمنون بالله ورسوله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه ترك لنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسلك سعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنه الأشقياء اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون بالله ورسوله اتقوا الله وأطيعوه واحذروا عن مخالفة أمره وعصيانه فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها ويا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن علينا فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك ربي أضرع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددتني فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع. حاشا لمجدك يا رب حاشا لمجدك يا رب أن تغند عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. أيها المؤمنون بالله ورسوله إن للذكر أنواعا كثيرة وأقساما عديدة فمنه ذكر مأثور عن المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه يقرأ في أوقات محدودة وساعات معلومة. فالذكر سلاح المؤمن يستعين به لجلب المصالح الدينية والدنيوية والأخروية كما يستعين به على دفع المعاطب والمعاصب والمصائب والكوارث التي تواجه الإنسان وتهدده في دنياه وأخراه. يقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه في الحديث الذي يرويه ابن ماجه في سننه: ما يمنع أحدكم إذا عجز عن معيشته أن يقول بسم الله على نفسي وديني ومالي، اللهم بارك لي فيما قدر لي وردني بما قضيت حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تعجيل ما قدمت. فإذا قرأ الإنسان وهذه الأذكار الماثورة عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه فإن الله يفتح له أبواب السماء ويبارك له في أرضه ويوسع له الأرزاق. ومنها أذكار وأوراد تقرأ لدفع الهموم ولقضاء الحوائج. منها ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، ماذا لقيت من عقرب لدغتني البارحة؟ فقال له رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك هذه الهوام وهذه الحشرات التي تهدد الإنسان في حياته، تهدد الإنسان في دنياه، تهدد الإنسان في أخراه.
ومنها أيضا أذكار مأثورة عن المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه، تقرأ هذه الأذكار لدفع الهموم ولقضاء الديون. جاء وثبت في سنن ابن ماجه، جاء وثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه دخل المسجد وفيه رجل من الأنصار جالس يقال له أبو أمامة، فقال له رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في غير وقت الصلاة؟ فقال له أبو أمامة: يا رسول الله، ديون وهموم لزمتني. فقال له رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: ألا أعلمك يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلاما لو قلت أذهب الله عنك الهم وقضى عنك دينك؟ فقال له أبو أمامة: بلى يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: لو قلت حين أصبحت وحين أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قضى الله عنك دينك وكشف عنك همك. فقال أبو أمامة: فقد قلت هذه الكلمات التي لقننيها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فأذهب الله عني الهم وقضى عني ديني. هكذا أيها المؤمنون تفعل الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هكذا تكون سلاحا للمؤمن في دنياه وأخراه، هكذا تقضي الحوائج، هكذا تكشف الكروب والهموم، هكذا تكون حصنا منيعا للمؤمن الذي يستخدم هذه الأذكار في ممساه وفي صبحاه. أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون بالله ورسوله، صلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى صاحب الحوض والشفاعة الكبرى، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، لأن الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا، في هذه الساعة الشريفة، في مقامنا هذا، لا تدع لنا يا رب ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربته، ولا عاسيا إلا هديته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على ملة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه، وامتنا على سنته، واحشرنا في زمرته تحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة. يا رب نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة. يا رب نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات ويا مستجيب الدعوات، انظر إلينا يا رب بعين الرحمة والقبول والإجابة. اكشف كروبنا يا رب العالمين، أصلح أمورنا يا رب العالمين، أصلح أمورنا وأمور المسلمين، واكشف كروبنا وكروب المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم أصلح هذه البلاد يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال الصومال يا رب العالمين، اكشف كروبهم يا رب العالمين، عاف مبتلاهم يا رب العالمين، داوي جرحاهم يا رب العالمين، أسق ظمآنهم يا رب العالمين، أسق ظمآنهم يا رب العالمين، اكس جائعهم يا رب العالمين. اللهم اهد فيما بينهم يا رب العالمين، اللهم ألف في بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، اللهم ألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، اللهم ألف بين قلوب الصومال يا رب العالمين، اللهم ألق المحبة والألفة فيما بينهم يا رب العالمين. اكشف عنا المعارك والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصر شعب فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في اليمن يا رب العالمين، انصر إخواننا في العراق يا رب العالمين، انصر إخواننا في ليبيا يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع بلاد المسلمين، انصر جميع المسلمين يا رب العالمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم انظرنا بعين القبول والإجابة، اللهم انظر إلينا بعين القبول والإجابة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الساعة الشريفة ساعة الإجابة والقبول يا رب العالمين، بمنك وجودك وكرمك وقدرتك وقوتك يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. لا تدع لنا في هذه الساعة الشريفة حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.